لا اديني سمكه ومقليه كمان ومعاها طحينه. النهارده هنجرب كل ترندات البطيخ. يلا بينا نقطعها بقى النهارده من النص كده. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر. اهم حاجه تست البطيخه. بطيخه ايه تسرقوا منها زي ما انتوا عايزين كده. تست ده. اوكي خدي لك حته كده برضو. بسم الله. سكر منبه يا معلمي، منبه. البطيخه تمام. يلا بينا بقى. نقطع بقى ايه ربع كده، نجيب طبق نحط تلج هنا، نقطع البطيخ عليه. انا هاكلك البطيخ كما لم تاكله من قبل. ليمونه جه عليك ولا حاجه؟ لا خالص. اول ترند بطيخ بالليمون. انت شوكه وانا شوكه. واو منعش جدا. واصلا موضوع التلج على البطيخ ده برضو انا اول مره اجربه، بيسقع بسرعه قوي واعطيله كده برضو ريفرشنج. بس هي الليمونه اللي انت حطاها دي مزه قوي عشان ده ليمون اخضر. اللي جرب البطيخ بالليمون ده يقول لنا رايه ايه. اللي بعده استنى بس ما تتهورش. عايزين نقطع شريحه كده اوريك كده اهو. ايوه بس متساويه. من هنا لا رفع شويه كده. ايوه اهو. ده الموضوع طلع صعب. خلي بالك لا دي باظت خالص. باظت يا لا. ايه ده؟ هو الموضوع ازاي صعب كده؟ عشان دي كبيره قوي. انا هتصرف. استنى طيب. ادلك خط وامشي عليه. خط ايه؟ بتعملي ايه؟ مش حاسه اني بحفر في الصخر، مش عارفه اوصل لها. طب ما ايوه ده شفت انا الخط اللي قلت لك هتمشي عليه. طب ما انت شاطر اهو. ماشي اديني فرصتي بس. طبعا اهي شريحه كده. هو المفروض نطلع مربعات كده كده. تمام. لفها بقى. ماشي حرامي اهو كده. ايه رايك؟ شفت انا شاطره ازاي؟ ممتازه. البطيخ اللي قطعناه مربعات. ايوه انا عارف ده على فكره. انت مربعايه وانا مربعايه. ده بطيخ ببذر. كنا المفروض نجيب البطيخ فاكر اللي جبناه اللي هو من غير بذر ده. نحط هنا شريحه جبنه وهنحط هنا شريحه جبنه. انا استخدمت جبنه حلوم خيار مخلل. خيار مخلل مع بطيخ وجبنه. النعناع ريحته قويه قوي. ريحته حلوه قوي. النعناع نعناع او ريحان فريش. هنا بقى الحاجه الغريبه اللي انا مش عارفه هي هتبقى حلوه ولا لا. دريزل كده من البلساميك فينيجر. خلي الباقي ايه ما فيهوش، يعني ناخد قطمه فيها بلساميك ولو عجبنا نكمل. نغطي ده. يلا ندوق ترند البطيخ بالجبنه الحلومي والخيار المخلل والبلساميك فينيجر والنعناع. ده شكله كده. ده البيج بطيخ. بسم الله. حلو قوي. حتى الخيار المخلل لطيف. كنت فاكره هستغرب الخيار المخلل بس طعمه لطيف. بلساميك فينيجر انا ممكن اكون حاطه قليل فمش حاساه قوي، فتمام بالنسبه لي. حاسه ان قلته احسن. يعني الخيار مع النعناع حلو جدا. انا عجبني البتاع ده قوي لان هو في طعم احنا متعودين عليه جدا. ايوه طعم الجبنه مع الخيار ايا كان نوع الجبنه حلوه. مش عارفه ادي فرصه تانية للبلساميك ولا انت حاسس مش عايزه؟ انا بحبه. ممززه قوي. حلو قوي. ما عنديش مشكله مع خل البلسمك خالص عشان انا بحبه يعني. بس لو حته ما فيهاش جبنه وفيها خل بلسمك وبطيخ بس لا الموضوع صعب. لو ما فيش جبنه والخل لا. فاعتقد يعني ممكن تستغنوا عن موضوع الخل ده او ممكن تستخدمه على الترند كله يعني. انا حبيته. تعالى بقى نجرب اللي هو البطيخ بالليمون معاه جبنه. دونت تراي ات هوم. طعم الجبنه ضاع. مش لاقي معاها ليمون خالص. اللي بعده مش عارفه اقطعها ازاي. عايز توصلي لايه طيب؟ عايزه اوصل مش عارف. ماشي احنا ممكن ايه نعمل كده اهو مربعات كده احطهم في الفريزر ليله كامله. نشوفكم بكره. 24 hours later. بعد ما عدى يوم في الثلاجه. لا السكينه مش لناحيتي. انت عايز تقتلني؟ يعني لو هقتلك قدام يعني هوثق العمليه يعني. طب والله يعني ايه مش اصعب حاجه. كان ممكن نستخدم الكيتشن ماشين على فكره. ممكن التشوبر بتاعه الكيتشن ماشين تبقى اسهل في حوار زي ده. المتعه في الرحله مش في الوصول. ده هاتي. لا انا عايز اوصل ساعات. يعني انت ساعات بتنامي ساعات الرحله عشان تصحي تلاقي نفسك وصلتي. مش رود تراب هي. لا تعطيني سمكه ولكن خليني اصطادها عشان خاطر انا. لا اديني سمكه ومقليه كمان ومعاها طحينه. وانت على ما تخلصي هيكون ساعه.
بس شفت انا سريعه ازاي. محتاجين متطوعين يا جماعه يجوا يبشروا معانا البطيخ ده عشان نلحق ناكله وهو مجمد. ما عندكوش اهو تمرين باي؟ لا ما انا مش حرام يعني. يلا. ما هو كنز في الرحله اهو. ايدي هتقع من التجميد. انا ممكن استحمل حاجه تبقى سخنه على ايدي، بس حاجه متلجه دي لا. كفايه 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 قوي. ايوه يلا. بصوا انتوا هتلاقوني كل شويه ببص هنا عشان دي الساعه، فطبعا انتوا عارفين انا ببص على الساعه كل شويه ليه. هو احسن حاجه ان احنا نعملها بطيخ من غير بذر يعني، اهو احتاجنا له والله. عشان احنا اتبطرنا عليه، كان عندنا وقلنا ايه يعني بطيخ من غير بذر. ني احتاجناه. بشر ليمون عشان يدي مزازه ولذاذه. عصر بقى ايه الليمونه اللي بشرناها بالظبط. العسل. واخر حاجه هنزينه بالنعناع. كده عملنا ترند بطيخ بالليمون والعسل. اوكي. هو سموذي بطيخ بس تقيل قوي على فكره. الليمون وقشر الليمون كمان. أوه. قشر الليمون عاطي طعم تحفه. البشر برضو مخليه مختلف، مخلي ملمسه كده مش سموذي وفي نفس الوقت مش متقطع ومش ايس كريم، هو حاجه مختلفه خالص يعني. العسل لما نزل اتجمد برضو طعمه مختلف. مقستك كده. انا اول مره اجرب اصلا بطيخ معاه عسل. حلو قوي قوي. وده ينفع لو بطيخه بقى طلعت قرعه مثلا مسخه اديها عسل وخلاص. وليمون. انا ده اديله بوم بوم. بس ده برضو عشان نبقى صريحين، عشان لو عايز اعمل كميه يعني. لا كميه ايه؟ محتاج يبقى في الكيتشن ماشين بقى. اهم حاجه بس في موضوع البشر ده، اوعوا تستخدموا مبشره بتبشروا بيها بصل. تقولوا بقى الترند هو اللي وحش وامسحوا التيك توك، وانتوا المفروض تمسحوا المبشره مش التيك توك. وكده نكون جربنا اشهر 3 ترندات بالبطيخ. ونشوفكم الفيديو الجاي.